يا مساء الورد، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الفراخ المشوية بتتبيلة غير أي تتبيلة. بجد تتبيلة حلوة جدا وسهلة، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا، وزي ما انتوا شايفين كده شكلها روعة. والتتبيلة دي ممكن انك تتبلي بيها الفراخ وتشويها في الفرن عادي، او كمان انك تقطعي الفراخ وتتبليها بنفس التتبيلة وتشويها لو عندك شواية كهرباء او حتى على الفحم. في الحالتين هتديكي نتيجة تحفة. بس قبل ما نبتدي بقى الفيديو بتاعنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة ياريت تشتركي. اول حاجة بقى بنجهز الكبة بتاعتنا وبنحضر بصلاية كده تكون كبيرة. هنقطع البصلاية بتاعتنا مكعبات صغيرة علشان تبقى سهلة وهي في الكبة. وكمان معايا فلفلاية رومي، برضو هقطع الفلفلاية قطع صغيرة، وده طبعا عشان يسهل الفرم. وهحط عليهم كمان طماطمايه، ما كانش عندي طماطم طازة حطيت طماطمايه كانت عندي في الفريزر. وهنحط بقى عليهم كده شوية خل حلوين، يعني تقريبا 3 4 معالق كبار خل، وشوية مية صغيرين جدا. وهنفرم بقى كل المكونات بتاعتنا دي كويس جدا. وده بيكون شكل الخليط بعد ما اتفرم. معلش انا الموبايل بتاعي فيه مشكلة فبيخلي صورة فاتحة شويتين. نجيب بقى الفرخة بتاعتنا. دي فرخة 2 كيلو، غسلتها كويس جدا ونقعتها في محلول ملحي. بيتكون من ليمون وملح ومعلقة كبيرة من السكر، دي بتضيع الزفارة خالص. وزي ما انتوا شايفين بقى كده شردت الفرخة كده وقطعتها بالسكينة علشان التتبيلة تدخل في الفرخة من جوه. نحط بقى التتبيلة بتاعتنا على الفرخة، وهنحط عليها كمان شوية من الملح. نعمل حسابنا ان احنا برضو ما نكترش الملح. وبعد كده بقى هنحط البهارات بتاعتنا. معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، ومعلقة صغيرة من الكاري، وكمان معلقة صغيرة من الزعتر المجفف، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات السورية، ومعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، وكمان زيها معلقة من البصل البودر. ولو مش متوافر عندك اي نوع من البهارات دي ممكن ان انتي تستغني عنه. وهحط بقى معلقتين كبار زيت، يفضل ان هو يكون زيت ذرة، ومعلقتين كبار من صلصة الطماطم الجاهزة. وندي بقى للفرخة بتاعتنا جلسة مساج عميقة، هندلكها كويس جدا بالتتبيلة من بره ومن جوه، وكمان الفتحات اللي احنا عاملينها دي هندخل فيها التتبيلة علشان تتشرب كويس جدا منها.
والفرخة بتاعتنا بعد ما تبلناها وغلفناها كويس بالتتبيلة، من الأفضل إن احنا نعملها قبلها بيوم، أو يعني أقل حاجة نسيبها ساعتين 3 بعد ما تبلناها علشان تتشرب كويس. وده بقى بيكون شكلها بعد ما سبتها. أنا بصراحة سبتها ساعتين لأن أنا كنت مستعجلة. نجيب بقى الصينية اللي احنا نستخدمها، ومن الأحسن إن الصينية تكون مناسبة لحجم الفرخة، ما تكونش أكبر منها. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي، انا حطيت الفرخه ومعاها كل التتبيله بتاعتها، وده لان انا هشويها في الفرن، فعايزه السوائل دي تخلي لي الفرخه تتشوي وتفضل طريه وفي نفس الوقت ما تنشفش مني. اما بقى لو انا عايزه اشويها على الشوايه الكهرباء او على الفحم، لازم ان انا اشيل منها كل التتبيله دي علشان ما تتحرقش مني على طول وانا بشويها. الفرن بتاعنا بقى لازم يكون سخن من قبلها على درجة حرارة عالية جدا، وبعد كده أول ما هنحط الفرخة هنقلل الحرارة شوية، يعني نخليها 180 درجة كده لحد ما تبتدي تستوي علشان ما تتحرقش مني على طول وتبقى لسه نية من جوه. ودي الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، بجد شكلها تحفة وريحتها تجنن. بصرف النظر يعني ان هي كده نايمه على جنبها، انا المشكله عندي اني ما بعرفش ادخل الوراك بتاعه الفراخ في بعضها كده. طبعا انتوا اكيد فاهميني، من تحت يعني ندخلها في بعضها، فمعلش هي اكيد بس تعبت من الشوي شويه فقالت تريح على جنبها يعني. بس بجد هي التتبيله بتاعتها تحفه وطعمها كمان حلو جدا. وزي ما انتوا شفتوا انا حطيت الفراخ بكل التتبيله بتاعتها والسوائل اللي كانت فيها، فاما هنيجي نقطعها كده زي ما هتشوفوا دلوقتي هتلاقوا ان الفرخه كده دايبه دوب معانا جدا وطريه جدا من جوه، بالرغم ان هي مشويه حلو جدا من بره، لكن من جوه طريه وبتتقطع معايا بكل سهوله. وما اقولكوش بقى على جمال وحلاوه خلطه البصل اللي انا حشيتها في الفرخه من جوه، بجد طعمها حلو جدا وريحه التوابل طالعه منها كده فظيعه. يا سلام بقى رغيف عيش كده وتاكليها، بجد حاجه فوق الجمال. وفي نهاية الفيديو وبعد كل وصفة بقولكم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو القناة بتعجبكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة أول ما نزلها. وبس كده، سلام.